اخر فيديو هتشوفني فيه. هتوحشني والله، هتوحشني يا صديقي. يعني ناوي ان شاء الله اكون افدتك ولو بجزء قليل، ودعيت لي دعوه حلوه من قلبك. تمام؟ نبدا بفيديو اخر ماده معانا في الجدول، واحب اقول لك افراج افراج افراج. احنا لو عندنا حاله ولاده كان زمانها ولدت. تمام؟ نبدا ببدايتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ناوي ان شاء الله كده ان البلاغه البسكوته تكون بسكوته فعلا، وما تكونش عورتك، عشان انت عورتها رخمه. ونكون ان شاء الله اديت فيها كويس. وزي ما احنا عارفين طبعا خلصنا بنرمي. اخر ماده ما بتتذاكرش دي في البيت. اخر ماده بتتذاكر دول 40 درجه يابا، 40 درجه بيتذاكروا طبعا. تمام؟ اخر ماده بتتذاكر، اخر ماده دي بتوقع الكل. تمام يا اسطى؟ تمام. التفسير، هنعمل التفسير. اولا عايزين 4 حاجات. اولا اسم السوره، ثانيا عدد الايات. اسم السوره ايه؟ ما انت عارف اسم السوره. اولا السوره مكيه ولا مدنيه، نحفظها كويس. ثانيا عدد الايات. ثالثا الاسرار البلاغيه، ما يستفاد من السوره. دول اهم 4 حاجات. نيجي بقى، دول اهم 4 حاجات بيميزوا الناس. نيجي بقى للحاجات العاديه. معاني السوره تحفظها كويس، اعراباتك تحفظها كويس. عندك برضو اللي هي المفاعيل، مبتدا مؤخر والحاجات دي. معاني الكلمات المكرره دي هتعرفها ازاي؟ من الامتحانات الاسترشاديه. النماذج الاسترشادي تحله، ونماذج سنين سابقه. لازم تحل امتحانات سنين سابقه، لازم، عشان التفسير كتير وهتنسى. فانت لازم تحل عشان تعود دماغك ان انت تسترجع النقطه من دماغك، تسترجع اي سؤال من دماغك. طالما ذاكرت وحفظت انا هعرف اجيب اي سؤال. تمام يا باشا؟ تمام. هنسمع مين؟ اسمع اي حد يعجبك، اي حد. دكتور جمال، دكتور محمود، استاذه جيهان، اي حد. ما تسمعش خالص. لو عايز ما تسمعش خالص ما تسمعش خالص، براحتك. انت لو حفظت ال4 صور في الكتاب هتخش تجيب ال40 من 40 وتخرج تقطع حرام. اوعى تقطع الكتاب بقى، اوعى تقطع الكتاب. ماشي؟ انا بصرف من انا ماشي، ده تفسير حرام. تمام؟ يعني خليك مؤمن، اتق الله. عايزين درجات حلوه، مش نقطع الكتاب. تمام؟ مش عايز اطول عليك، بس اخر مره تشوفني فيها. بجد يعني احبكم في الله. تبقى زميلي السنه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستنيكم السنه الجايه اللي هيجي يعني في جروب التليجرام. ما تنساش تخش جروب التليجرام تحت. ان شاء الله نصور قدام المعتمد هنا زي ما الرجاله بتعمل كده يعني. وتقول بقى، وترجع تقول ايام. اقول لك على موقف بمناسبه ان الفيديو خلص يعني. وانت لما تخلص اخر الامتحان ده هتحس وانت خارج من باب المعهد كده، وقفت خلاص، شفت الشارع التاني، شفت المسجون، شفت الشارع التاني، اللي هو انا ايه؟ ياه، ده في حاجه تانيه غير الثانويه. هيعدي قدامك شريط السنه كله، وكل اللعب اللي لعبته، كل المذاكره اللي ذاكرتها، كل السهر اللي سهرته، كل كوبايات القهوه والشاي اللي بتشربها اللي شربتها، هتفتكر كل ده. وان شاء الله ربنا يكافئك بمجهودك، توصل اللي بتتمناه. وتنساش اخوك دعوه حلوه من قلبك. مع السلامه.